السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل فكرة جديدة اقتصادية جدا جدا، ونبتدي ان شاء الله للشهر الكريم بإذن الله. معانا هنا ايه؟ 3 بصلات. انا بشرت 2 اهو، يعني دي لسه فيها حتة اهي، ومعايا واحدة حلوة كده. وتعالي بقى نشوف الفكرة، اكملها بشر واجيب لك الفكرة واحدة واحدة وخطوة خطوة، وامشي معايا الفيديو لحد اخره، هتعجبك حاجات يعني تبارك الله. ان شاء الله نعدي رمضان باذن الله من كيلو لحمة وافكار جديدة ان شاء الله. هم بشرتهم بصي احنا عايزينها بميتها، شايفة؟ انا بوريك اهو البصل بميته اهو، ما عصرناش منه المية. تعالي بقى نشوف هنعمل فيه ايه. ديت معلقة ونص ملح كبير، معلقة بابريكا كبيرة علشان هي اللي هتدي اللون، معلقة فلفل اسود، معلقة الملح الكبير دي معلقة كبيرة بتاعة الاكل، معلقة ونص، ومعلقة فلفل كبيرة، ومعلقة بابريكا كبيرة، عشان احنا هنعمل ان شاء الله كمية كبيرة. الفلفل الاسود بصي، اللهم صل على النبي، هيعمل ايه؟ بيدي نكهة حلوة جدا، والبابريكا هتديكي لون. هنعمل كده البصل كده، شايفة؟ وبعدين بقى الخطوة التانية ايه؟ الخطوة التانية اللهم صل على كامل النور، الاول ندوب البصل خالص كده، عشان عايزين نعمل احنا ايه؟ وصفة اقتصادية. فالوصفة الاقتصادية معايا خطوة خطوة. شوفي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده خلصنا دي. ده الحركة التانية ايه؟ ده نص كيلو برول اهو، انا منضفاه، هغسله. احنا مش عايزينه منقوع، ثانية هغسله واجيلك. بصي احنا كده قلبنا اهو. قبل ما نحط البرغل ندي كده نص كوباية مية، ونقلبها برضو في البصل. احنا هنحتاج المية دي عشان البرغل مش منقوع. تعالي بقى ننزل كده اهو نص كيلو برغل، وبرضو نقلبه في البصل كويس كده، عشان كله يشرب من التتبيله، البابريكا والفلفل الاسود كده، يديكي بقى نكهات ما شاء الله عليها، والطعم والريحه اللهم بارك. بصي كده اهو عملناه ايه بطعم وريحه جميله. هنتركهم شويه، يعني عارفه، يختلطوا مع بعض كده، عشان ايه؟ يشرب الميه، وهتلاقيه زاد، وهتلاقي طري معاكي، لان احنا مش نقعينه، علشان يدينا قوام حلو ويمشي معانا. او نمشي بقى ايه، هنتركها كده 10 دقايق ونرجع. شايفه احنا عجناه في بعض كويس ازاي كده؟ العجين ده هيديكي نتيجه كويسه جدا. ماشي، هنتركها شويه وارجع لك 10 دقايق بس. بصي بقى، تركناه 10 دقايق. بصي بسم الله ما شاء الله، الكميه زادت وبقى عامل ازاي. بصي ما شاء الله اللهم بارك. شايفه؟ هننزل بقى عليها ان شاء الله. ده نص كيلو دهن بشراه بالمبشره، حطي شويه في الفريزر وبشريه، هيبقى معاكي بالشكل ده كده. بصي اهو ما شاء الله اللهم بارك. لازم هنا في المرحله دي تعجنيه بقى كويس. ماشي، نعجن كويس جدا. هعجنه بقى كويس 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 قوي كده، زي ما انت شايفه كده. لازم تعجن كويس كده علشان يديكي مطه حلوه، عشان احنا هنعمل وصفات ما شاء الله اللهم بارك رهيبه رهيبه رهيبه. فلازم الرك تطلع معاكي على العجنه الجميله دي. شوفي بقى ايه الحلويات دي، عشان يديكي بقى ايه دنيا تانية دي. هنشوفي بقى العسل اللي هنطلع، والوصفة الاقتصادية، وهيعدي رمضان على خير، وهنتحدى الغلا بإذن الله بإذن الله. وفي نفس الوقت منكهين الدنيا معانا بأحلى جودة.
شوفي كده، هعجنها كويس وارجع لك. بصي بقت عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، بقت كميه رهيبه، بقت بسم الله ما شاء الله. شايفه؟ لازم تعجنيها كويس. اللون هنا رائع، بس مش عارفه هنا ماله. هنا كده البابريكا عامله لون جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي كده اهي، شايفه انت كده بقى. هنتركها كده، المفروض تغطي عليها 10 دقايق، نص ساعه، بس 10 دقايق حلوين. تعالي بقى نشوف ده ايه. ده كيلو انا جايباه لحمه حمراء، قطعتها وايه وخليته فرمولي. فبصي بقى كده، ده نص جاي لوحده وده نص كده. فانا عايزه نقول هياخد منها ده نص، هناخد ربع. شايفه كده؟ نقسمها بالظبط كده اهو، ربع اهو. شايفه بقى ده؟ بصي ده هنعمل بيه وصفه، يعني كذا حاجه بالربع ده. هوريكي هنعمل بيه ايه. دي هنعجنها هنا 10، يعني هسيب اترك دي 10 دقايق واوريكي. بصي كيس بيكنج باودر كده بنقلبه. ده احنا يا نهار ابيض هنعمل بقى بعد ما تركناها شويه ارتاحت. بصي بقت بسم الله ما شاء الله ماسكه في بعضها ازاي، بتطلع بالعافيه اساسا اهي، تجاوبت مع بعضها. هنجوبها عشان ايه؟ لونها جميل جدا اللهم بارك. بس شايفه الكاميرا لونها ايه؟ الحمد لله يعني مش شايفه. فانتي بقى ايه، طعمها هيبقى معاكي روعه. فكره جديده لاول واحده بقى ايه، يعني لسه متجوزه جديد داخله المطبخ بقى وتوري جوزها ان هي ست اقتصاديه. بس كده الكميه دي ما شاء الله اللهم بارك. شايفه كده؟ هنعمل ايه؟ ناخد كده لحمتنا الحلوه دي كده، نعجن بقى، اديله عجين كويس، عشان العجين الكويس هيديكي نتيجه كويسه جدا. شايفه كده؟ بص اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه بصي اعجني على قد ما تقدري. دخلي كده اللحمه كلها جوه الخلطه كده، تديكي بقى ايه طعم حلو. انا على فكره لقيت الملح قليل شويه في الطعم، لان الكميه اللي احنا عاملينها اللهم بارك كبيره. رجعت حطيت نص معلقه ماشي، عشان تبقي ايه برضو ما تقوليش هي حاطه في المقادير كذا. فانت تبقي تروحي تعملي الحاجه فايه تطلع مش مظبوطه تقولي هي السبب. فانا قلت اقولك المعلومه كده. نعجنها بقى ان الشكل يتعمل مع بعضه كده جامد، وهوريكي مطتها. لو ما مطتش معاكي كده ولسه مفروله يبقى انت مش عجناها كويس، وما حطيتيش في الاول كوبايه الميه. ماشي، تحطي كوبايه ميه وميه البصل عشان البرغل يشربها، ينفش ويديكي زواده، وفي نفس الوقت يطرى لانه مش منقوع. هنا لسه هنستخدمها في وصفات كتير. بس كده ما شاء الله. بصي ماسكه في بعضها ازاي، بقلبها بصي بتطلع، بصي شايفه؟ بصي بتطلع مع بعضها مع انها لسه ما اتعجنتش لحد دلوقتي، لسه ما اتعجنتش لسه كده. ايه نعجن كده، هعجنها وارجع لك بقى. بصي بقى بقت عامله كانك
عجينة. شايفة؟ بصي لونها مش عارفة الكاميرا ظلموها والله، بس لونها الله اكبر عليه. المهم هنا عندنا طعمها ولا ريحتها، اللهم صل على كامل النور. شفتي بقت عامله ازاي؟ المهم ان انت تمسكيها تلاقيها مطه معاكي كده. شايفه المطه دي ولازقه ببعضها كده عشان تديكي القوام. بصي اهي، بصي شايفه ما تبقاش مرمله ولا باين البرغل فيها، كل برغل وانت طيبها بقت كلها لحمه. تعالي بقى بصي نقسمها بالنظر لان انا ما عنديش ميزان. ماشي، هي طلعت معانا اهي اكتر من 4 كيلو كمان، لان البرغل بيزيد ما شاء الله، والكميه بص اللهم بارك حلوه جدا. فاحنا بقى نعمل ايه؟ نقول ادى عنب حلو كده، وده كده دي كده، يبقى كام؟ 1 2 3 4. حلوه قوي. عندنا دي اكبر من دي، فهنظبطها مع بعض. هنجيب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، علشان هنعمل منهم اللهم صل على كامل النور وصفات بقى مختلفة. هتشوف الوصفات والطرق. هنعدي بإذن الله رمضان ده صايمين وتايبين ومغفر لنا ذنبنا بإذن الله والحمد لله. بس كده كملها وارجع لك يا عسل. بصي بقى احنا هم طلعنا 4 كيلو. ال4 كيلو هنعمل من كل طبق طبختين، يعني حتى ده هنعمل منه طبختين. دي اللحمه اللي احنا خدناها هتشوفي ايه، طبختين حلوين ان شاء الله. بصي كده دي اهو عملنا اهو 4 كيلو زي ما انت شايفه كده، 4 كيلو اهو. تابعي معايا الفيديو، والفيديو له كماله. هتشوفي ال4 كيلو دول هنصنفهم ويطلعوا معاكي ايه في الجزء التاني ان شاء الله. واعملي لي بقى ان كنت وصلت معايا بالفيديو لحد هنا لايك حلو كده، وكومنت زي العسل زي كده. يلا بقى يا حلوه ايه، تابعيني في الفيديو الباقي، شوفوا وصفاتنا وصلت لحد فين، وتخزين رمضان وكل سنه وانتم طيبين. في تفريزات رمضان هتوصل معانا لحد فين، وباذن الله ذنب مغفور ان شاء الله. السلام عليكم.